أصحابي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. ماشية كده وشايفة القرنبيطة دي بتنادي عليا، أسيبها؟ لا طبعا، أخدها وأعملها على طول. ده العشق، بستنى الشتا يجي علشانه. بنحبه قوي وكمان مغذي قوي. جبت قرنبيط كده صغيرة، فكيتها كده وردات من بعضها. جبت حلة، هحط فيها بقى القرنبيط بتاعي. بصوا، انا ما يهمنيش حجم الوردية قد ايه، لان احنا عندنا مشكلة في الحتة اللي هي بتقرمش دي. فانا ما يهمنيش هو حجمه قد ايه، لان كده كده هعمل فيه خطوة مش هتخلي باين فيه اي حاجة، فانا ما يهمنيش هي كبيرة او صغيرة. حطه كده كله في الحلة. ما هو يعني هياكلوا قرنبيط، يعني هياكلوا قرنبيط مين؟ دول ولادي. في حاجات كده معينة في القرنبيط مش بيحبوها، بس أنا هخفيها خالص. عندي هنا ملح، حطيت كمون. هغطي بقى كده القرنبيط بتاعي مية، وهحطها على النار علشان يتسلق. عندي هنا بيضتين، نشا، ملح، كمون، كزبرة، توم ودقيق. هعمل ايه بقى؟ هحط البيض طبعا عشان القرنبيط صغير، فانا حاطه بيضتين، لكن لو القرنبيط عندك كبير ضعف الكميه، حطي بيض كتير. حطيت البيض والملح والنشا، كمون، شطة، والثوم بتاعي. هقلب كل ده وامكسه مع بعضه. هقلب كويس لحد ما كل ده يدوب كده في بعضه. طبعا احنا عارفين ان القرنبيط مفيد جدا، وكمان بيحمي من امراض السرطان، بعيد عننا وعن ولادنا يا رب. وكمان بيقوي المناعة، وفيه فوائد كتير قوي. فلازم الولاد تاكله بأي طريقة من الطرق يعني. فحطيت هنا بقى الدقيق. هعجن بإيه؟ هعجن بالمية بتاعت سلق القرنبيط بتاعتي. هقلب كل ده بقى كده مع بعضه، وهعجن بالمية بتاعتي زي ما قلت لكم. هوصل لقوام، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. اوصل كده القوام لما احط فيه القرنبيط بتاعي يطلع شارب العجينة كده، ومش ما يطلعش فاضي. اقلب كده لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. طبعا احنا عارفين ان البصل بيخلي اي اكله مسكره، وكمان مفيد. فانا جبت اصغر بصلايه عندي، هقطعها كده حتت رفيعه خالص، وهحطها في الخلطه. باينه؟ لا صدقوني مش باينه، بس بتخلي الاكل طعمه حلو قوي. خلاص، جبت بقى القرنبيط بتاعي. بصوا بقى، شايفين الحته المقرمشه دي؟ دي الولاد لما باجي اكلها بيرموها، فبيرموا نص القرنبيطه. اسكت انا؟ لا طبعا، اعمل ايه؟ اضحك عليهم. جبت القرنبيط بتاعي وفرمته كده زي ما انتوا شايفين، بطرف كده الهراسة بتاعتي، بحيث ان ما يبانش فيه اي كتل خالص كبيرة ممكن يرموها. بقى عندي وردات صغيرة كده. هاخد القرنبيط ده واحطه في العجينة بتاعتي، هتبقى حلوة قوي يا جماعة، لازم تجربوها بجد. حطيت بقى، شايفين؟ ولا بقى هلمس ايدي ولا اي حاجة خالص بايدي.